وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. هذا شعاري صار بالحياة، لأن اللي يقنع بالشيء الله كاتبه إله عمره ما راح يحزن ويضوج. يا الله، اللهم صل على محمد وآل بيت محمد. شو أخباركم؟ لا تنسونا بالاشتراك بالقناة. وصلتنا هاي الفشية هدية الساعة 9 الصبح. قلت لها أهلا وسهلا بيك يا الفشة، تعالي تفضلي. سرقتها وضربتها بمحضرة الطعام اللي يعانون معدتها قوية وما تستوي. ماكو بنات راح تقول وشلون تاكلونها. والله ما أعرف يا بنات، انولدت لقيت نفسي أحب الفشة. ترى هي أي أكلة المرأة تسويها وتبدع فيها تصير طيبة. وأنا منزلة طريقة الفشة سابقا بالقناة وهم سويتها عادة. تحمسين البصل وبتيتا وطماطم، أهم شي البتيتا عم تروح زفرتها والتوابل، يعني مثل طريقة اللحم. هنا ابني أجبته كلش رغم هو صغير، بس هجبات طعم. أي شي المرأة بطبخه وبنفس والله تصير الشغلة طيبة. وهنا كملت غسل مواعين العصرية، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يعني إن شاء الله أتطور شوية شوية ونشتري لنا كاونتر حلو، وهسه بعدنا على قد الحال. وسو على قعدة العصر على قولة المصريات لا بيا ولا علي، وفكرت أسوي عشاء. فكرت أسوي مقلوبة رغم كانت ساعة بساعة، بس يا طعمها بنات يجنن الخيال. طلع طعمها. وعلينا وعليكم بألف ألف عافية. والله يا بنات حبوها الأطفال كلش كلش. الفكرة إنه يتعشون تمر بالليل، لأن تعرفون واحد إذا قاعد الصبح وقبل يتغدى الطعم مال الغدا ما يجي مثل طعم العشاء، لأن وقت أطول وراح تجوع الأطفال. هاي مشتريات خفيفة، ولا تنسونا باللايك والاشتراك بالقناة.